صديقي الاهلاوي من وقت للتاني كده بيجي يقول لي يا عم ده انتوا نادي المختلط. بصرف النظر عن ان الكلمه دي مش بتضايقنا، لكن ماشي وماله يا عم، احنا كنا النادي المختلط، نادي اسسه محامين بلجيك، مش مستعمرين يعني ولا حاجه. ما تيجي بقى احكي لك حكايه لو ما كنتش تعرفها. يعني سنة 1907 تأسس النادي الأهلي زي ما كل الناس عارفة. أول رئيس للنادي الأهلي لو ما كنتش تعرف كان الإنجليزي ميشيل أونس. ميشيل أونس دوت كان راجل اقتصادي عينته الحكومة الإنجليزية أو يعني المستعمر البريطاني في مصر علشان يساعدها في تقليب خيرات البلد. لكن المشكلة ما وقفتش عند هنا، عادي يعني البلد كانت مليانة إنجليز وطبيعي إن هم يحصلوا على المناصب العالية في كل مكان. وأنا بقلب على النت من فترة ظهر قصادي كده الويب سايت بتاع المتحف البريطاني، فقعدت اتسلى وفجأة لقيت التمثال الجميل ده بتاع المهندس المعماري الفرعوني امحتب، الراجل اللي بنى هرم زوسر، كقطعة من القطع المعروضة في المتحف تحت رقم 1934 4 14 8 زي ما انت شايف كده قصادك. قلت عادي، واحدة من آلاف القطع الفرعونية الأثرية اللي اتهربت بره مصر خلال العصور الطويلة. فنزلت تحت كده، وعلشان موقع المتحف البريطاني دايما بيأرشف لكل قطعة ويقول لك هو جايبها منين ووصلت له ازاي، فاتفاجئت باسم مين عزيزي؟ عمك ميشيل أونس. فزي ما انت هتشوف مكتوب بالبونت العريض ان القطعة الجميلة دي دونيتد باي ميشيل أونس. ومش هي وبس، ده هي و24 قطعة أثرية تانية تبرع بيهم ميشيل أونس للمتحف البريطاني. يعني خلينا كده نجمل الأحداث، إن أول رئيس للنادي الأهلي كان مستشار اقتصادي لحكومة الاستعمار البريطانية، وكان تاجر آثار كبير.